من كام يوم كنت قاعدة في كافي شوب بتفرج على ماتش مصر ونيوزيلندا. الموضوع بدأ عادي جدا، ناس داخلة وناس طالعة وناس جاية مخصوص عشان الماتش وناس أصلا قاعدة قبلها بساعة. بس اللي شدني فعلا مش الماتش، اللي شدني كان الناس. ناس ما تعرفش بعض، واحد جاي لوحده، اتنين اصحاب، ترابيزة عيلة كاملة، حد أول مرة يتفرج على كورة وحد حافظ تاريخ كل لاعب. بس أول ما مصر جابت جون في حاجة غريبة جدا حصلت، كل الناس قامت في نفس اللحظة وكل الناس فرحت بنفس الطريقة. وفجأة بقى عادي إن واحد يضحك مع حد ما يعرفوش أو يعلق على الماتش مع اللي جنبه كأنهم يعرفوا بعض من زمان. أكتر حاجة لفتت نظري إن محدش كان مستني يعرف اللي جنبه، اللحظة هي اللي عرفتهم على بعض. وساعتها جه في دماغي سؤال، هو احنا فعلا بنحب الكورة بالشكل ده ولا بنحب الإحساس اللي بيحصل واحنا بنتفرج عليها سوا؟ أصل لو فكرت فيها شوية، إيه اللي يخلي ملايين من الناس يتفرجوا على نفس الحدث في نفس الوقت ويهتموا بيه؟ وإيه اللي يخلي ناس ملهاش علاقة بعض تحس إنها قريبة من بعض فجأة؟ طب عمركم خدتوا بالكم من حاجة؟ في ظاهرة مشهورة في الاستاد اسمها المكسيكان ويف. محدش بيطلع ويقول يلا نقوم دلوقتي ومحدش بيوزع أدوار، بس فجأة تلاقي آلاف الناس بيقوموا ورا بعض وفي موجة واحدة كأنهم شخص واحد. الغريبة إن محدش رايح الاستاد عشان يعمل الويف دي بتحصل لما ناس كتير بتعيش نفس المشهد في نفس الوقت. ساعتها ابتديت أسأل نفسي، يمكن الكورة مش هي القصة كلها، يمكن اللي حصل قدامي ما كانش مجرد فرحة جون، كان زي ما يكون إحساس بيتنقل من حد للتاني، وزي ما يكون كده المشاعر بتتنقل في الجو. أول ما تلاقي حد بيضحك من قلبه تلاقي كل اللي حواليه بيضحكوا معاه، وأول ما حد يعصب ويتوتر يسبب تنشنة للمكان كله لدرجة إن كل اللي حواليه يبقوا متوترين. يمكن وعشان كده وفي نفس اللحظة بتلاقي مئات من البشر بيتحركوا بنفس الإيقاع، بيحسوا بنفس الطريقة، بيفرحوا بنفس الأسلوب. ساعتها فهمت اللي كان بيجمعهم ما كانتش الكورة، الكورة كانت مجرد حجة. لأن ده مش بيحصل في الكورة بس، ده بيحصل في أي لحظة الناس كلها بتبقى مستنياها سوا. بس الكورة ليها سحر مختلف، لأنها من الحاجات القليلة جدا اللي لسه قادرة تجمع البشر حوالين إحساس واحد. ويمكن عشان كده هي بتكشف فينا احتياج أكبر بكتير من مجرد التشجيع. في حاجة غريبة بتحصل في حياتنا كلنا، احنا بقينا قريبين جدا من بعض بس بعيدين جدا عن بعض في نفس الوقت. يعني ممكن تصحى الصبح وتروح الشغل وتقابل ناس كتير وترجع البيت وتحس انك انت عديت اليوم كله من غير ما تعيش لحظة حقيقية مع حد. بقينا بنتكلم كتير بس بنشارك أقل، بقينا نشوف ناس كتير بس نعيش لوحدنا أكتر. بتلاحظوا إننا بقينا ممكن نقعد على نفس الترابيزة وكل واحد فينا في شاشة مختلفة؟ الموضوع مش مأساوي قوي كده، هو بس بقى جزء من شكل الحياة الحديثة اللي احنا عايشينها. كل واحد عنده دايرته وشاشته وسماعته والعالم الخاص بتاعته، لدرجة إننا بقينا متعودين جدا على الاستقلالية. لكن في فرق كبير جدا بين الاستقلالية والانفصال، لأن مهما حاولنا نقنع نفسنا إننا مش محتاجين حد بيفضل في جزء جوانا بيدور طول الوقت على مساحة تجمعه بغيره. مش عشان عندنا مشكلة ولا عشان عندنا فراغ، ومش لأننا ضعاف، لكن لأن البني آدم من أول يوم في حياته بيتعرف على نفسه من خلال الناس اللي حواليه. عشان كده بنحب الحفلات والمناسبات واللحظات اللي بتجمعنا على حاجة واحدة. ويمكن الكافيهات وقت الماتشات بتبقى مختلفة، لأن فجأة الناس كلها بتخرج من العالم الخاص بتاعها وبتدخل في عالم جماعي، وكل واحد بيبطل يبقى لوحده. من هنا بدأت أفكر في حاجة تانية، إحنا إمتى بقينا محتاجين الأحداث الكبيرة عشان تجمعنا؟ لأن زمان الإحساس ده كان عايش فينا وبيحصل بطبيعته، في دفى العيلة، في لمة الجيران، في أمان الشارع، في وسط الصحاب، ومن غير ما نستنى مناسبة أو بطولة أو سبب. دلوقتي بقى أصعب شوية، مش لأن الناس اتغيرت، لأن شكل الحياة نفسه اتغير. بقينا أسرع ومشغولين أكتر، وحتى لما بنبقى فاضيين بنملى الفراغ بشاشة. عشان كده لما بيجي حدث كبير بتحصل حاجة غريبة جدا، الناس كلها بتقف للحظة وتفتكر إنها جزء من حاجة أكبر. وأنا اللي وقفني في اللقطة دي مش الناس اللي بتعشق الكورة، أنا اللي استغربت له بجد الناس اللي أصلا ما بتتفرجش ولقيتهم قاعدين ومشدودين من أول دقيقة لآخر دقيقة.
ساعتها ابتديت أفهم يمكن الناس دي ما كانتش جاية عشان الماتش أصلاً، يمكن اللي جابهم هو الإحساس إنهم بيعيشوا التجربة دي مع ناس تانية، لأنها لو كانت الكرة هي السبب الوحيد كان الناس هتعيش نفس المشاعر وهي بتتفرج لوحدها. لكن الحقيقة إن جزء كبير من المتعة بيجي من الناس اللي حوالينا، من الشخص اللي قاعد جنبك ومتعرفوش، من التعليق اللي بيتقال وفجأة تلاقوا نفسكم بتكملوه سوا، من الضحكة اللي بتطلع من ترابيزة وتلاقي القهوة كلها بتضحك بعدها بثواني، كأن الماتش اختصر كل التعارف اللي كان ممكن ياخد ساعات عشان الواحد يوصل له. وفي جمل صغيرة كده بنقولها وقت التشجيع: احنا كسبنا، احنا خسرنا، احنا لعبنا كويس. ساعات بنقول الجمل دي من غير ما ناخد بالنا، بس لو وقفنا عندها ثانية واحدة هنكتشف حاجة غريبة. مين احنا أصلاً؟ انت ما نزلتش الملعب وما لمستش الكورة، وده لأن في احتياج جوانا أكبر من فكرة الفوز والخسارة، احتياج إننا نحس إننا جزء من حاجة. عشان كده الأحداث الكبيرة ليها مفعول سحري نفسياً. الحكاية مش إننا بنهرب من الواقع، الحكاية إننا بنهرب من فكرة إن كل واحد فينا عايش في جزيرة لوحده. إحنا طول السنة مطالبين نبقى أفراد، نبقى مختلفين، مميزين، ناجحين، مسؤولين عن نفسنا، لكن وقت الماتش كل ده بيختفي، وفجأة ما بنبقاش محتاجين نثبت أي حاجة لأي حد ولا نشرح نفسنا، بنرجع مجرد ناس عايزة تفرح مع بعض. وأكتر حاجة لفت نظري في الكوفي شوب يومها إن محدش كان بيمثل، اللي فرح بصوت عالي، واللي اتوتر من قلبه، ولا حد كان خايف على شكله يبقى عامل ازاي قدام اللي حواليه. كأن اللحظات الجماعية بتفك الحواجز اللي بنفضل لابسينها طول اليوم. احنا طول الوقت بنفتكر ان الناس بتروح الماتشات عشان الكورة، بس يمكن الكورة هي مجرد السبب اللي جمعهم في مكان واحد، أما اللي خلاهم يرجعوا مبسوطين فهو الإحساس إنهم عاشوا اللحظة دي مع بعض. وساعات اللي بيفضل عايش في الذاكرة مش النتيجة نفسها، اللي بيفضل بجد هو مين كان معاك وانت بتعيش اللحظة دي. ويمكن عشان كده السؤال الحقيقي عمره ما كان ليه بنحب الكورة، يمكن السؤال الحقيقي هو احنا فين في حياتنا لسه بنعيش لحظات مع ناس تانية، مش لحظات جنب بعض، لحظات مع بعض. ولو بقينا مستنيين بطولة أو ماتش عشان نحس بالإحساس ده، يبقى يمكن اللي ناقصنا مش الترفيه، اللي ناقصنا هو المشاركة. وقبل ما أسيبكم النهاردة عايزة أقول لكم على مثل افتكرته بيعبر عن الإحساس ده: الجنة من غير ناس ما بتنداس. يمكن عشان كده أحلى لحظات حياتنا عمرها ما كانت أحسن لحظاتنا وبس، كانت أكتر لحظات عشناها مع ناس. دي كانت أكتر حاجة خدتها معايا من الكافيه يومها، إن الإنسان مهما بقى مستقل ومهما تعود يعمل كل حاجة لوحده، هيفضل عنده احتياج قديم جدا إنه يعيش لحظة يحس فيها إنه مش لوحده. قوتنا في خطوتنا